نتابع الآن إن شاء الله تعالى ما وعدنا به قبل الفاصل من الحديث عن علامة إدغام الميم الساكنة وعلامة إخفائها وعلامة إظهارها في المصحف الشريف. من خلال اللوحات التي سنراها نرى بأننا عندما يأتي عندنا مثال ميم ساكنة بعدها ميم متحركة مثل لكم ما كسبتم، لكم ما كسبتم كما نرى الآن على اللوحة. علامة إدغام الميم الساكنة في ضبط المصحف تجريدها من السكون مع تشديد الحرف التالي، نحو لكم ما كسبتم. انظروا إلى لكم ما، لاحظوا بأن الميم الزرقاء اللون وهي الميم الأولى قد جردت من الحركة، بينما الميم الثانية وهي حمراء اللون قد وضع عليها شدة. هكذا هي في المصحف. فإذا رأينا ميمين أو باءين أو تاءين أو ما شئتم من الحروف متماثلين والأول ليس عليه حركة والثاني عليه شدة، فمعنى هذا بأن الأول مدغم في الثاني يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. نفس الكلام نرى على المثال الذي على يسار اللوحة من قوله تعالى ما لهم من الله، ما لهم من الله. فلما ننطق هاتين الميمين نرفع عنهما الشفتين ارتفاعة واحدة، نطبق على الميم الأولى ونجافي الشفتين عن الميم الثانية، وأثناء إطباق الشفتين على الميم الأولى نمط الغنة. هكذا ما لهم من الله. أعيد ما لهم من الله. إذن هذه نعيد ما نطقته أثناء وجود اللوحة حتى تروه. ما لهم من الله لكم ما كسبتم. نعيد لكم ما كسبتم. هكذا نطبق الشفتين على الميمين إطباقة واحدة. نرى على اللوحة الفائدة الثانية وهي علامة إخفاء الميم الساكنة في ضبط المصحف، هو تجريدها من السكون إلى الآن مثل الإدغام مع عدم تشديد الحرف التالي. إذن هذا هو الفرق. إن رأينا ميما بعدها باء، انظروا إلى المثال الذي على اللوحة ترميهم بحجارة. أرأيتم كيف أن الميم في ترميهم وهي الزرقاء اللون ليس عليها حركة، قد جردت من الحركة، لكن الباء بعدها ليس عليها شدة مع عدم تشديد الحرف التالي وهو الباء هنا، لأننا لو شددنا لو لقرأناها ترميهم بحجارة، ولا يفعل ذلك أحد من القراء البتة. إذن ترميهم بحجارة. المثال الثاني وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. الميم الأولى مجردة من الحركة والباء ليس عليها شدة. الفائدة الثالثة التي نراها الآن علامة إظهار الميم الساكنة. تكلمنا على علامة الإدغام، على علامة الإخفاء، الآن نتكلم على علامة الإظهار. ما علامة إظهار الميم الساكنة عند حروف الهجاء؟ عندما تبقى من حروف الهجاء في ضبط المصحف هو وضع رأس الخاء من غير نقطة كالإشارة الحمراء التي ترونها فوق الميم، رأس الخاء فوق الميم، نحو هم فيها. أرأيتم السكون الأحمر اللون الذي هو في الحقيقة رأس حرف الخاء من غير نقطة؟ هم فيها، هذا علامة الإظهار. إذن إذا رأينا ميم وفوقها رأس الخاء من غير نقطة فهذا علامة إظهارها. هم فيها أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هكذا علامة إظهار الميم في ضبط المصحف الشريف.